السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على قناة اليوتيوب. في البداية بحب أرحب بجماهير المارد الأحمر. بتمنى من كل يشوف الحلقة يعمل لايك وشير واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد عن النادي الأهلي. ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في أول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعة. النهاردة عندنا حلقة جامدة، حلقة فيها أخبار كتير، ويا ريت الكل يتابع ويتفرج على الحلقة للآخر. عندنا كذا موضوع، يعني عندنا موضوع المشجع الزملكاوي اللي طلع اهلاوي، وموضوع تصريح خالد الغندور بالنسبه لواقعة حسين الشحات مع الحكم في نهائي افريقيا. وكمان عندنا جمهور المارد الاحمر اللي غير اسم ملعب الوداد مركب محمد الخامس الى ملعب محمد عبد المنعم. وكمان عندنا موعد مباراة السوبر الأفريقي بين النادي الأهلي ونادي اتحاد العاصمة الجزائرية. وعندنا إحصائية جديدة للنادي الأهلي وإنجاز جديد ورقم ما افتكرش إن ممكن حد يقدر يكسره. هنبتدي مثلا بأول موضوع، وهو موضوع الزملكاوي اللي هو طلع اهلاوي. ده كلام خالد الغندور. طبعا كلنا شفنا التصريحات بتاعته، بيقول ان المشجع الزملكاوي اللي طلع في المطار في المغرب وقعد يستفز لعيبه النادي الاهلي ويقول ان هو بيأيد الوداد. بيقول يعني مش من المنطقي ان واحد هيجي من المانيا ويدفع فلوس ويروح المغرب عشان يشجع فريق مش فريقه. وكمان يعني بيقول ان دي مؤامره. يعني انا مش عارف يعني بيجيبوا الكلام الخايب ده منين، بس هو بيقول ان كل ده مؤامره على الزمالك، ان المشجع ده مؤامره. مع انه سبحان الله يعني المشجع ده اول ما طلع الراجل وقعد عمل اللي عمله بوستات الزمالك والناس طلعت تأيده من جماهير الزمالك وتقول له احنا معاك وبتاع. بس بعد ما طلع وقال ان جمهور الاهلي في مصر بنسبة 80%، وان النادي الاهلي والنادي الزمالك 20%، قلبوا عليه. والدليل كلام خالد الغندور بيقول لك ان المشجع ده مش زملكاوي وان هو اهلاوي وان دي مؤامرة على الزمالك. يعني انتوا عمركم شفتوا كلام خايب اكتر من كده؟ يا ريت يعني تكتبوا لنا في التعليقات يعني رأيكم في الموضوع ده ايه. وتصريح خالد الغندور بالنسبة لموضوع حسين الشحات والحكم بيشبه الواقعة بالهدف اللي جابه الجزيري، اللي هي تمريرة من زيزو بعد ما اللاعب بالاتحاد وقع. زيزو خد الكرة اداها للجزيري والجزيري جاب جول. بيقول لك ان الواقعة دي نفس الواقعة اللي حصلت من حسين الشحات، بل اشد، لان حسين الشحات شد الحكم من التيشيرت. يعني هو يعني ده دليل على ان الناس دي فاصله، يعني مفيش دماغ. ليه واقعة الاتحاد غير واقعة الوداد خالص؟ اولا المباراة بتاعت الزمالك والاتحاد مباراة في الدوري عادي، يعني ملهاش، مش نهائي زي مباراة الاهلي. ثانيا لو هنقول ان لو زيزو لو فكر يعني ان اللعيب بيمثل، دي مباراة في الدوري وان الزمالك ترتيبه الرابع. يعني مش المباراة دي مش هتبقى مش مهمة، مش هتخليك تنافس على البطولة اساسا. فما فيهاش حاجة يعني لو طلعت الكورة. وبعدين ده كده انت نادي الزمالك المفروض يعني، ونادي الاتحاد في الفترة دي النتائج بتاعته سيئة. ازاي تشبه ده في مباراة نهائي في دوري ابطال افريقيا في مباراة مهمة زي الاهلي والوداد؟ دي حاجة. الحاجة التانية ان انت عارف اكتر حاجة بيعملوها شمال افريقيا ان هم بيضيعوا وقت. وثانيا اللاعب لما وقع ما كانش فيه حد معاه، يعني ما كانش فيه يعني صدام مع اي حد من النادي الاهلي، واحنا عارفين ان هو واقع ده تضييع وقت والحكم عارف. ففين المنطق يعني؟ وبعدين ده الحكم صفر واحنا رايحين لسه هنجيب الجون وراح الحكم مصفر. عشان كده حسين الشحات يعني حصل منه الموقف اللي احنا شفناه من حسين.
وبصراحه حاجه مستفزه، يعني اي حد انا رايح اجيب جون بتصفر ليه؟ هو لازم يكلم الحكم، واللاعب واقع بيمثل، ما فيهاش كلام تاني. فانت ما ينفعش تشبه الواقعه دي بالواقعه دي نهائي، دي حاجه ودي حاجه تاني خالص. نيجي بقى لجمهور المارد الاحمر، الجمهور اللي يعني الجمهور اللي ما يقدرش عليه حد. الجمهور يعني انا استغربت لما شفت الموضوع ده، بس انا اتاكدت بيه بنفسي. يعني خش على جوجل واكتب ملعب الوداد مركب محمد الخامس، مركب محمد الخامس، هيطلع لك الاسم ملعب محمد عبد المنعم. ده يعني يعني حاجه غريبه من جماهير النادي الاهلي. وبصراحه جماهير النادي الاهلي قادره على شيء، اي شيء، بالدليل اللي هي بتخش احصائيات، او لو في استفتاء، او بنشوف حجم جماهير المارد الاحمر عامل ازاي. وبصراحه هي قادره تعمل اي حاجه، والموقف ده موقف بيبين قوه النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي. وكمان معانا اتحدد خلاص موعد مباراه السوبر الافريقي بين الاهلي بطل افريقيا والاتحاد العاصمه بطل الكونفدراليه، وهيتلعب في السعوديه في مدينه الملك عبد الله على ملعب الجوهره يوم 13 اغسطس. وده قرار نهائي وده موعد نهائي، يعني ان شاء الله يعني هنلعب الماتش ده بعد شهرين. في احصائيه وانجاز محدش عمله، ومتهيألي محدش هيعمله في في الاحصائيه اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. النادي الاهلي وصل لكأس العالم للأندية 2021 2022 2023 2024 2025، وده لم يحدث من أي فريق في العالم إلا إن هو يوصل لكأس العالم للأندية 5 مرات متتالية إلا النادي الأهلي. ولا ريال مدريد ولا برشلونة ولا مانشستر سيتي ولا أي نادي، هو النادي الاهلي. وده دليل على ان النادي الاهلي يعني اكبر نادي في افريقيا وفي الشرق الاوسط، بيتنافس مع الفرق الاوروبيه، بيتنافس مع ريال مدريد وبرشلونه ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ. فاحنا هنيجي نتكلم ليه بقى على الناس اللي في الدوري المحلي؟ ليه يعني ليه نسمع كلام ناس عايزه تقيم نفسها بالنادي الاهلي؟ ناس يعني ناس بتقول ان نادي الزمالك القطب الثاني للنادي الاهلي. على اساس ايه؟ مع ان الفرق كبير، ولا يمكن عشان هو نادي الزمالك الثاني بعد الاهلي على طول، مع انه هو السنه دي الرابع. بس هو بنقول ان هو اكتر فريق يعني بعد النادي الاهلي حصل على بطوله الدوري 14 مره، الاهلي حصل عليها 42 مره. فما فيش وجه مقارنه. لما تسمع بقى واحد زي خالد الغندور ولا شوقي السعيد ولا تامر عبد الحميد ولا جمال عبد الحميد ولا الناس اللي بتطلع في اعلام نادي الزمالك دول، عشان كده بقول لك ما تسمع لهمش، يعني اسمع ونفر. لان النادي الاهلي غير، النادي الاهلي في حته تاني. ومش انا مش كلامي، مش انا الكلام ده انا كاتبه من دماغي، ده كلام بيطلع يعني من الفيفا كاس العالم للانديه، بصفحه الفيفا كاس العالم للانديه. النادي الاهلي الوحيد اللي وصل كاس العالم للانديه 5 مرات متتاليه. بالتالي ده صعب انه يحصل مع اي حد، بس النادي الاهلي قادر على الصعب، قادر انه يوصل ويبقى رقم واحد، قادر يبقى ند لاي نادي في اوروبا زي ما قلت. وده شرف لينا، وشرف لينا ان احنا بنشجع النادي الاهلي. وكل ده عشان نعرف ان النادي الاهلي غير، النادي الاهلي في حته تاني. فما تشغلوش بالكم باللي بتسمعوه. دي كانت اخر اخبارنا، ودي كانت لمحه كنت حابب اقول لكم عليها، وعشان تبان الصوره كامله، وكمان عشان كل الناس تعرف مين النادي الاهلي. وعشان كده احنا بنقول ان النادي الاهلي غير اي
نادي في افريقيا او في الشرق الاوسط. في النهايه انا برحب طبعا، بتمنى الدعم من جماهير المارد الاحمر، وما تنساش تعمل لايك وشير على الحلقه، وتدعمنا بالاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، عشان قناه المارد الاحمر للاهلي وللاهلاويه. سلام.